أخي العربي، أخي المغربي، في هذا الفيديو ستجد أخبار صادمة، لكن أنا متأكد أن النهاية ستكون سعيدة. إذا كن آذانا صاغية واستمع. ثامنا، التركيز على أنهم لا زالوا مستعمرين وتشكيكهم في سيادتهم على أرضهم، لا ندع لهم مجال للرد أبدا. نقطة 11، التركيز على معيشتهم الاجتماعية من فقر وحرمان وجوعهم عبر الفيديوهات المتوفرة على اليوتيوب. 12، التركيز على السياحة الجنسية وبناتهم اللواتي في الخليج وكذا تجارة المخدرات، فهذه الأشياء تشككهم في مجتمعهم. أتريد أن تعلم ما سمعت؟ سأقول لك، وبعد ذلك سأجعلك تسمع المقطع كاملا. ما سمعته هو جزء من الأوامر التي تعطى للذباب الإلكتروني الجزائري، ذباب مختص في مهاجمة المغرب لغرض أصبح يعرفه العالم، وصاحب هذا التسريب هو فلسطيني منشق من هذه المجموعة. قد أمضى 10 سنوات معهم من العمل، ولدي كل الدلائل المسربة وجميع الأوامر التي كانت تعطى لهم لكسر ظهر المغربي. المغرب جارهم المسلم الذي يغضهم بتاريخه العريق، مملكة بأسرة علوية قاربت حكم 600 سنة، دولة يحبها الجميع تزدهر ما شاء الله يوما بعد يوم، ومنتخب وصل لنصف نهائي كأس العالم، وغير ذلك من الإنجازات العظيمة. أخي المغربي، المقطع ربما قد وصل للآخرين، لكن لم يجدوا المنبر الملائم لعرضه أو الجرأة لذلك. لن أطيل عليكم، اسمعوا كامل التسريب وسنقوم بالتحليل. بدي أحكي شيء بخصوص الذباب الإلكتروني. عندي كم هائل من الوثائق، كوني شخص عندي 10 سنين وتجاربي مع الذباب الإلكتروني الجزائري. خطط اليومية اللي بنشروها على صفحاتهم أنا موجود معها، كل الخطط اللي بيعملوها، وحاب أقرأ عليكم بس خطط من الأشياء اللي بيعملوها حتى يعرف الشخص المغربي إنه المملكة المغربية بتتعرض لكم هائل من التشويه. أولا، إنشاء مجموعة ماسنجر للتواصل لأن هذه المجموعة قد تخترق. ثانيا، كل عضو يقوم بإنشاء صفحة خاصة على الفيسبوك وجميع الأعضاء تتابعه، هكذا تكبر الصفحات في وقت قصير. ثالثا، البحث في جميع المصادر عن وثائق أو تصاريح أو خرائط موثقة تفيد نضالنا سواء لتاريخنا أو لتاريخهم، ووضعه هنا في هذه المجموعة لكي تكون متاحة للجميع. رابعا، إبداء ثقافتنا وتراثنا في جميع صفحات الدول العربية والإسلامية. خامسا، نوحد الخطوات من خلال مجموعة الماسنجر، نتفق على ماذا سنفعل ومتى نغزو صفحاتهم بالتعليق التي تشككهم في تاريخهم وهويتهم وسيادتهم، وخاصة موقعي أصوات مغاربية وهيسبريس. سابعا، دائما الهجوم ما يكون في توقيت موحد في كل صفحة من صفحاتهم على كل على حدة. ثامنا، التركيز على أنهم لا زالوا مستعمرين وتشكيكهم في سيادتهم على أرضهم. تاسعا، يجب على جميع الأعضاء الاطلاع على معاهدة إكس ليبان لأنها تمثل عارهم وبها نستطيع ضرب صميم حماسهم. عاشرا، لا ندع لهم مجال للرد أبدا. نقطة 11، التركيز على معيشتهم الاجتماعية من فقر وحرمان وجوعهم عبر الفيديوهات المتوفرة على اليوتيوب. 12، التركيز على السياحة الجنسية وبناتهم اللواتي في الخليج وكذا تجارة المخدرات، فهذه الأشياء تشككهم في مجتمعهم. 13، التشكيك في جيناتهم وإبراز أنهم جزء منهم موريتاني والباقي من إسبان وفرنسيس. 14، وهذه نقطة مهمة، هو افتخارنا بأمتنا وبلادنا وتاريخنا وقصف كل من يقول كلمة واحدة عنها. 15، إنشاء صفحات يوتيوب ونقوم بنفس عملية صفحات الفيسبوك من متابعة وإلى آخره. 16، التواصل مع وزارة الثقافة ونضغط شديد عليها لكي تسجل تراثنا المادي والمعنوي مهما كان بسيطا على لوائح المنظمات العالمية المختصة وخاصة منظمة اليونسكو. 17، توعية شعبنا بكل السبل سواء على مواقع التواصل أو في المواقع أو في الواقع، وتعريفه بتاريخ أمته وزرع روح الفجر بها والانتماء لها. 18، التشكيك في خطواتهم في قضية الصحراء الغربية والتقليل منها وإظهار فشلها. 19، الطعن في رموز مملكتهم من النشيد إلى التأسيس إلى العلم. 19، إبراز أنهم أمة خاضعة لم تجاهد في حياتها وأنها أمضت حياتها من حماية إلى حماية أخرى. 20، نشر فضائح مسؤوليهم وخاصة العائلة الحاكمة. وهون في نقطة أخ ياسر بحب جميع المغاربة يركزوا عليها، هي كلمة الريف. كلمة الريف في اللايفات إذا بتلاحظوا يا الإخوان أصبحت كلمة الريف بدرجوها حتى يصير يعني نزاع داخلي داخل المغرب، والريفي هو المغرب وكلهم تابعين للمملكة المغربية،
ومن قلب فلسطين وبالتحديد من مدينة القدس. عاش المغرب ولا عاش من خانه. وبنقدم اعتذارنا لكل الإخوة المغاربة بالنسبة للأصوات الفلسطينية اللي بتطلع بتسيء للمملكة المغربية، وعلى راسنا جميعا. إذا إخوتي، أنتم تجادلون عصابة في التعاليق، في الخاص، في الصفحات، في المواقع، عصابة مستأجرة من أجل تطبيق خطط شيطانية للمساس بك واللعب على أعصابك، مستغلا روحك الوطنية. ألم تلاحظوا أنهم في أي منشور دائما ما يقومون بنسخ نفس الروابط ونفس الصور ونفس الكلام، مطبعين، بوسبير، عياشة وغير ذلك، وحين تجيب يأتي آخر ويقول نفس الكلام. أنت كمغربي قد أصبحت عمل بالنسبة لهم. أنت كمواطن واعي ومثقف تستعمل هاتفك وقت الفراغ لتطلع على الأخبار، فإذا بك تجد نفسك تجادل عصابي جاهل شغله الشاغل هو محاولة تعكير الجو لديك وحرق أعصابك. إذا ما عليك هو أن تجيب الكرغولي وأنت مبتسم، وأنت تعلم وبكامل الوعي أنه عصابي أخذ المال من أجل زعزعة استقرارك. لا تظن بأنه مواطن جزائري بسيط، إنه ذبابة عبد مأمور لدى عساكر الذل والتحريض. كما يفعلون في المواقع يفعلون كذلك في الواقع، ويحرضون مرتزقة الذل والعار، وكله من أجل التشويش على استقرار بلادنا. إذا كيف نفوز؟ نستخدم مضاد السم، التوعية والتحذير والتعامل مع مخططهم بدون انفعال. ودائما تذكر أنك مغربي بتاريخ عريق تؤلم من لا تاريخ له. والآن سأقوم بربط بعض الأحداث. خامسا، نغزو صفحاتهم بالتعليق التي تشككهم في تاريخهم وهويتهم وسيادتهم. ألم يذكركم هذا بشيء؟ أولاد بوسبيل، أولاد يوطي يحاولون العبث بالهوية لأن لا هوية لهم. ما دمت لم تتخطى حدود المغربي بشبر لا يهمه نباح الكلاب. التركيز على معيشتهم الاجتماعية من فقر وحرمان وجوعهم عبر الفيديوهات المتوفرة على اليوتيوب. الضغط علينا بالفقر والمعيشة هو شيء غبي. على الأقل نحن ليس لدينا غاز ولا بترول، مع ذلك لا يوجد طوابير. محاولة فاشلة في حشر أنفسكم في مشاكلنا الداخلية. التركيز على السياحة الجنسية وبناتهم اللواتي في الخليج، وكذا تجارة المخدرات، فهذه الأشياء تشككهم في مجتمعهم. تشويه السمعة والتكلم في الأعراض لديكم في الدم. ما جعل الخليجي يغرد باسم المغربية ومثل هذه الأشكال البهلوانية التي تستنكر اسم بلدها الجزائر كما هو موظف، تنتحل صفة مغربية وتقول أن اسمها مسعودة، وكذلك يفعل الأخريات. وهذه نقطة مهمة، هو افتخارنا بأمتنا وبلادنا وتاريخنا، وقصف كل من يقول كلمة واحدة عنها. قد يفتخر الشعب الجزائري بالإسلام ودم الشهداء، نحن معكم. أما التاريخ ليس لديك ما تفتخر به. أما ما قلتموه عن قصف من يتحدث عنكم، القصف لا يحتاج إلى مجموعة ذباب تسب الأطفال والنساء. القصف يحتاج عقل مفكر يتحدث بالوعي والحقائق. القصف ليس بالسخرية والكذب وسرقة التراث، لكن لا بأس، سأعلمكم كيف تكون السخرية مع الوقت. 18، التشكيك في خطواتهم في قضية الصحراء الغربية والتقليل منها وإظهار فشلها. الصحراء في مكانها محاطة برجال شداد لا تغفل أعينهم ولو للحظة، ولا يفرطون في حفنة رمل منها. الطعن في رموز مملكتهم من النشيد إلى التأسيس إلى العلم. ألم تتذكروا مؤخرا برنامج تلفزيوني رسمي في قنوات جزائرية؟ ما فهمتش أنا لماذا النجمة باللون الأخضر، لماذا وضعنا أخضر؟ هذا اللي دارها ما يكون غلط. يسخرون من راية الوطن. هل هذه صدفة؟ هل يوجد عيب في النجمة؟ أكيد لا. المراد هنا هو خلق إشكال وهمي ليشغل بالك أخي المغربي، ولتنتبه لكلام جاهل بعقل عصفور، ولكي تعطي قيمة وتجادل من لا قيمة له. كلمة الريف في اللايفات إذا بتلاحظوا يا الإخوان أصبحت كلمة الريف بدرجوها حتى يصير يعني نزاع داخلي. هذه من أخطر الأمور. كما انتحلت تلك البغية صفة مغربية لتشويه سمعة الفتاة المغربية العفيفة الشريفة، يقوم الذباب بانتحال شخصية الريفي، يقوم بإنشاء حساب ووضع علم الريف عليه، ويضع اسم مدينة ريفية لتصدق على أنه ريفي ابن بلدك. هذا من أخبث ما قد تصدقه أخي المغربي، مع العلم أن الريفي يعتبر